السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا أشوفكم شلون نسوي تتبيلات المطاعم بالبيت. أول شي أخي أختي العزيزة راح نجيب كاسة ونفس الكاسة نستعملها، نخلي معجون طماطة وبقدة، معجون الفلفلة وبقدة دبس الرمان، وإذا ما عندكم طلعة كثروا من الثوم لأن ورا الثوم راح تصير بالدفرات، ونضيف بنفس الطاسة خل. أما للبهارات ما راح يحتاج نستعمل بهارات هواية، هو بس بابريكا وفلفل أسود وملح. نضيف فوقهم هواية زيت لأن الزيت راح يعطينا طراوة بالشوي وما يخليه يبس. نخلطه لحد ما يصير عندنا هيجي سائل كثيف. سائل كثيف شنو شو قمت مسلت؟ الثقافة طغت عليه يا أخوان. بعدها نجيب الدجاج المنظف المشرح ونغطسه بالصوص السحري. عافية سحري، كل شي نسويه صار سحري. نقلب الدجاج هيجي يمنه ويسره لحد ما يصير أحمر، وما يحتاج نتبله، نقدر نشوي قبل لأن الدجاج مشرح. أنا استعمل المنقلة الكهربائية مالتي أم المي، وانتو تقدرون تشوونه على الفحم. التتبيلة هذه مخصصة للشوي على الفحم. هسه يجيني واحد ويقول لي نقدر نشويها بالفرن؟ بالله يلا شقول له هذا؟ أغني له أمون إيه الأسباب. وأهم شي كل ما نقلب الأفخاذ ناخذ من الصوص وندهنها ونشوي وياهم شوية فلفل على مود يصير برد ورياح ومطر وتكتك على الشباك، وهيجي يستوي الدجاج ويطلع بهذا الشكل. اليوم اللي يقول لي ما لحقت على الشرح اشبع بسط. ظليت ورا الفيديو معلق احكي هيك مثل الفيديو. يلا مع السلامة.